السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. قبل ما ابدأ الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شفتوا طبعا الحاجات القمر اللي عدت ديت. طيب تعالوا نقول لكم هي بتتعمل ازاي. بس قبل ما ابدأ الفيديو مستنياكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديدة. تمام كده، وما تنسوش طبعا الكومنتات اللي بتسعدني، وان احنا نزين الكومنتات بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تعال نقول بقى ان احنا عملنا الحاجات القمر دي ازاي. تعال. انا دلوقتي انا دلوقتي عملت ايه؟ طبعا قطعت البصل، كمية البصل اللي انتوا شايفينها ديت قبل ما ابدأ الفيديو عشان ايه ما اطولش عليكم. ودلوقتي بقطع معاكم وهو قرنين من الفلفل، قرن فلفل الرومي. طبعا انا بقطع فلفل رومي، وهجيب بس قطعتين من الفلفل الحامي بس على قد. طبعا ما بكترش في الفلفل اللي هو الحامي عشان الاطفال اللي معايا. انتوا عارفين طبعا انا هعمل اكبر صينية مكرونة بشاميل على اليوتيوب عامة. تمام، اكبر صينية مكرونة بشاميل. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا جبت دلوقتي البصل، كمية البصل ديت دول حوالي 5 بصلات كبار. لا، 4 بصلات كبار. تمام. وكمان معايا قرنين من الفلفل الرومي. وبس احط قطعتين هتشوفوهم اوريلكم في الاخر كده، قطعتين من الفلفل الحامي بس. هحط دلوقتي معلقتين من الملح او معلقه ونص من الملح حسب كميه الملح اللي بتحتاجيه. وبعدين هحط كمون، معلقتين كمون. وهحط معلقه من الفلفل او معلقتين من الفلفل. ما تكتريش التوابل قوي، انا عندي المعلقه صغيره قوي يا جماعه. عارفين المعلقات اللي هي بتاعت الايس كريم دي؟ انا استعملتهم في التوابل دي لاني كنت جايبه علبه التوابل دي من غير معالق. فكان اول ما ابني يجي بالمعلقه بتاعت الايس كريم اجي واخداها وغسلاها وحطها في العلبه. معلقتين بالنسبه لي هي معلقه بالنسبه لكم. انا دلوقتي بجيب اللحمه حمراء صافي. اللحمه بتاعتي ما بجيبش فيها دهون خالص. بس لما الوصفة بتاعتي بتحتاج مثلا كمية من الدهون، انا بفرم كمية من الدهون لوحدها. تمام. عشان في وصفات انا مبحبش فيها كمية دهون عالية. فانا جبت نص كيلو من اللحمة المفرومة وحطيت عليها حوالي 200 جرام، يعني اقل من ربع كيلو من الدهون. تمام يا جماعة. الدهون دي بتسيح، ما بتحسيش بيها. تمام، ما بتحسيش بيها في الطعم خالص. هي بتسيح اصلا، انت ما بتشوفيهاش. تمام. وبعد كده هقلب بقى براحتنا. احنا حطينا التوابل، حطينا ملح وكمون وفلفل وبابريكا، وحطينا معلقه من الكاري والكركم اهم. بصوا قطعتين صغيرين، انا مخزناه في الفريزر على فكره، لاني كنت بجيب مع كل مثلا نص كيلو بجيب كام قرن فلفل. فعشان احنا بنستعملهوش كتير فاجي مقطعه حتت كده واجي حطاه في اكياس او في علب في الفريزر. بتنفعني بقى في وصفه زي دي كده، ما اروحش اشتري تاني. تمام، بتنفعنا في وصفه كده لان انا بستعملوش كتير قوي والله. تمام. احنا بنحب الشطه، بس بنحب الشطه اللي هي البودره الحمراء. تمام. ادي اللحمه كده معايا استوت. يعني يعتبر هي اكبر صينيه مكرونه بشاميل، بس ما خدتش معايا وقت كتير والله. تمام. انا كده خلصت اللحمه. دلوقتي هحط الميه بتاعه المكرونه. الحله ديت لو عارفينها، دي الحله اللي هي المفروض بتاع الكسكسي، اللي هي حله البخار. تمام. انا ما عنديش طبعا حله كبيره، فاستعملت الحله ديت على ما اخلص. تمام. دلوقتي هجيب اللبن. انا بعمل البشاميل على البارد، وكنت منزله لكم الوصفه بتاعته على فيديو شورتس. لو هتفتكروه تعرفوا تجيبوه من على القناه هتجيبوه. تمام. كنت منزلاه في فيديو شورتس البشاميل البارد على البارد. هجيب كيلو ونص من اللبن، واحط عليه حوالي 6 معالق من الدقيق. تمام. كيلو ونص من اللبن واحط عليه 6 معالق من الدقيق. انا طبعا الدقيق ده من نضيف، انا نخلاه وحطاه في كيس تاني، يعني انا بنخله واحطه في الكيس تاني وبقفل عليه. كده انا حطيت حوالي 5 معالق من الدقيق. بس انا هزود تاني عشان هزود لبن تاني كمان شوية. تمام. يعني انا حسيت ان الكمية هتبقى قليلة على صينية المكرونة، فهزود لبن تاني وهزود دقيق تاني.
هزود تقريبا حوالي ربع كيلو لبن تاني او كوبايتين لبن تاني، كوبايتين صغيرين لبن. وهزود حوالي 3 معالق من الدقيق لان حسيته قوامه خفيف. بص الاول انا هنا زودت معلقة تانية، يبقى كده 6 معالق. تمام، انا كده زودت 6 معالق، يبقى انا عملت 6 معالق من الدقيق على كيلو ونص من اللبن. تمام، هبدأ بقى احط التوابل بتاعتي عليه. انا بقلب على البارد يا جماعة، بصوا مش على النار خالص. هبدأ احط التوابل بتاعتي عليه، معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل، معلقة من يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحط معلقة من الكزبرة. تمام، التوابل بقى اللي انتي محتاجاها عندك حطيها. تمام، حطي محدة مرق الدجاج هتخلي الطعم حكاية. بص انا حطيت حلة على النار عشان الكمية طبعا مش الصينية، الحلة ديت انا مش هتاخدها على مش هينفع اخد البولة الازاز دي على النار. فجيت قلبة بقى الكمية دي كلها في حلة. وقلت زي ما قلت لكم انا كده زودت كوباية من كوباية كبيرة او كوبايتين صغيرين من اللبن، وزودتي دقيق. ايدك فيه على طول بالمضرب هتقلبي، ما تسيبهوش عشان ما يكتلش منك، ما يعملش كتل منك. تمام، هو مش هياخد منك بالظبط 10 دقايق وتلاقيه تقل معاكي وبقى كويس. هنا بقى دي حلة للشوربة، مية، حطيت عليها معلقة ملح، وحطيت عليها معلقة كمون عشان الزفارة بتاعت الفراخ. طبعا انا عامله النهارده دبابيس جنب المكرونه. تمام، وادي بصلتين كده كانوا اتبقوا معايا من بصل اللي انا مقطعاه للحمه. هي كانت بصله كبيره فانا قطعتها 2 كده وشلتهم من الشوربه. تمام، انا جايبه النهارده دبابيس. تمام، آه انا طبعا كل مره احنا ديت الدبابيس اللي باقيه من في الشهر، احنا كنا عاملينهم بالشهر. فاكرين معايا الفيديو بتاع مشتريات الشهر؟ كنا مقسمين الدبابيس لوحدها، والصفائح بتاع الوراك لوحدها، والاكتاف لوحدها. فقلت النهارده انا هعمل الدبابيس النهارده. البشاميل اللي هو خلاص بدأت بقى، هو خلاص بدأ يتقل معايا. هجيب 3 مكعبات من الزبدة او السمنة زي المتوفر عندك. المتوفر عندنا يا جماعة، ما بنستعملش حاجة مش متوفرة عندنا. عندك سمنة حطي سمنة، عندك زبدة حطي زبدة. والله انا سمعت ناس بتعمله بالزيت بس انا ما جربتوش يا جماعة، انا سمعت ناس بتعمله بالزيت. طيب، متوفر عندك جبنة، اي نوع من الجبن حطي، مش متوفر ما تحطيش، دي خطوة اختيارية. تمام، انا متوفر عندي جبنة رومي فحطيت جزء منها هنا، وهحط جزء منها على وش الصينية. تمام، انا كده البشاميل بتاعي تحفة. بس انا نسيت اقول لكم على حاجة، انا حطيت معلقة من النشا مع الدقيق، معلقة من نشا، معلقة واحدة من النشا على الدقيق. تمام، وهتعرفوا بقى ان معلقة النشا دي هتفرق معاكم كتير اوي. انا دقت البشاميل اللي لقيته عادي بشوية، فقلت هحط كمان معلقة او معلقة ونص من معلقة ونص من الملح. تمام يا بنات، انا كده يعتبر البشاميل بتاعي جاهز، مستنيه بس ان هو يبدأ يغلي. بصوا القوام، انا عايزه قوام خفيف ولا منه تقيل، عشان المكرونه تبقى جوسي كده، تبقى حاجه بصوا طريه كده جوسي. انا ما بحبش المكرونه لما تبقى ناشفه، فبحبها جوسي كده، يعني فيها سنه آه جوسي. جوسي انتوا بنقول عليها جوسي. تمام، ان هي تبقى طريه كده، بتبوظ خالص. ايوه بتبوظ كده. انا بحب المكرونه كده. تمام، حطيت عليها مع مكعب مرقه. انا عارفه ان مكعب المرقه ده بيخلي اللون بتاع البشاميل اصفر شويه، بس بتدي طعم جميل قوي والله العظيم. تمام، انا كده المفروض البشاميل بتاعي خلص اهوت، بدأ يبقبق كده من على الجناب. خلاص البشاميل بتاعي كده جاهز، واللحمه جهزت، فاضل المكرونه. والمكرونه تقريبا الميه بدأت تغلي معايا. بصوا القوام، هو ده القوام اللي انا عايزه اوصله. ولسه اما يبرد هيبقى اتقل شويه، يعني انا هسيبه لسه على ما اخلص المكرونه هيكون تقيل شويه. تمام، بعد كده اهو المكرونه، ميه المكرونه هحط عليها معلقتين من الملح، 3 معالق من الملح. يلا مين يزود؟
3 معالق من الملح عشان الحلة كبيرة يعني، فأنا حطيت 3 معالق. وهجيب المكرونة واسقطها، طبعا دول 2 كيلو من المكرونة. أنا بجيب المكرونة السايبة والله بتبقى طعمها جميل، ما بتبقاش معجنة ولا حاجة. هتشوف المكرونة في الآخر، المكرونة وهي طالعة بمكرونيتها، يعني كل واحدة طالعة لوحديها. أنا كنت عايزة أعمل كيلو ونص، بس افتكرت إن الصينية دي بتاعت مامتي يا جماعة. أنا ما عنديش المقاس ده من الصواني طبعا، فالصينية دي بتاعت مامتي، فقلت أنا هعمل في الصينية الكبيرة دي. طيب يا جماعة، أنا بتكلم دلوقتي عن إطعام الطعام. طيب هو عشان أعمل إطعام لازم أعمل كمية كبيرة. بصي، هي وقفتك أصلا في المطبخ دي اسمها إطعام الطعام. ما نضغطش على نفسنا يا جماعة، وما نكلفش نفسنا حاجة. إطعام الطعام أولا انتي بتعملي، يعني الرسول وصى ان إطعام الطعام ده بيبقى حاجة انتي مخرجاه من أكلك، من نفس الأكل اللي انتي بتاكليه، ولا أحسن ولا أقل. يعني انتي بتاكلي مثلا مكرونة بشاميل مثلا ودبابيس، ما اروحش اجيب لا وراك واعمل رز بسمتي والكلام ده. إطعام الطعام من الأكل اللي انتي بتاكليه. انا دلوقتي البشاميل بتاعي جاهز، بحط شوية على المكرونة ذات نفسها فهي في الحلة، وبحط بقى في الصينية من تحت. طبعا الصينية دي مدهونة سمنة او زيت زي ما انتي برضو بتحبي. انا دهنتها زيت الصراحة عشان ما اضحكش عليكم، انا حطيت حبة زيت ودهنتها بالفرشة كده. وحطيت كمية البشاميل نص هنا، حبة صغيرين على المكرونة وبقلبها اهوت، ونص البشاميل تحت، وسبت النص البشاميل على الوش. تمام، هحط نص كمية المكرونة. تمام، هحط نص كمية المكرونة، وبعدين كده ببدأ افردها كده في الصينية. تمام، وهبدأ بقى احط كمية اللحمة المفرومة في الصينية، بس بعد اظبط كده الاداء كده خالص. وبعد كده هبدأ احط كمية اللحمة المفرومة معايا كلها طبعا. بصوا كلها، هبدأ بقى كده افرد اللحمة على الصينية كلها، ما تبقاش صينية حتة وحتة. تمام، اللحمة المفرومة ريحتها ما اقولكوش تحفة والله يا جماعة، تحفة. انا كنت جايبة الطبقين دول، الطبق ب120 من غير الدهون يا جماعة، من غير الدهون. لحمة حمرا سادة، الطبقين ب120 جنيه. كان الطبق وزنه 400 جرام تقريبا. تمام، فهاجي بقى خلصت اهوت، هاجي بقى اجيب المكرونه التانية وانزل بيها برضو، بس انا منزلش بالكميه كلها عشان ما بهدلش اللحمه في قلب المكرونه وانا بفردها يعني. فقلت هفرد حبه حبه كده بالكبش. تمام، فقلت بقى هفردها كده واحده واحده، وهخلص بقى الكميه ديت. وانا عندي بيضتين زي ما انتوا شايفينهم اهو. هخلص طبعا كميه المكرونه كلها، وهي عندي بيضتين هضربهم كويس جدا، وعليهم معلقه من الفلفل. بس هحط بقى طبقه البشاميل الاول اللي باقيه. تمام، انا بخلص المكرونه اهو. هبدا بقى اجيب طبقه البشاميل اللي باقيه واحطها برضو وافردها كويس جدا على وش المكرونه. تمام، ضربت طبعا البيض الحته دي. الكاميرا كانتش بتصور، كانت خدعتني، معلش. انا حطيت كده طبقه البشاميل، ضربت البيضتين وحطيتهم مع الفلفل. ودلوقتي برش جبنه رومي. انا ما كانش متوفر عندي موتزاريلا دلوقتي، فحطيت جبنه رومي. متوفر عندك موتزاريلا حطيها، عيالك بيحبوها حطيها. متوفر جبنه رومي حطيها، متوفر اي نوع من الجبن حطي. مش متوفر ملهاش اي 60 لازمه، مش مهم. تمام، هي بتدي طعم لكن مش متوفره عندنا خلاص. بصوا في الحته دي بقى انا ما كنتش قادره ارفع الصينيه يا جماعه، باينه قدامكم انها صغيره، بس والله كانت تقيله جدا، انا ما قدرتش اشيلها بجد. جبت ابني يشيل قصادي معايا الصينيه. هبدا بقى اقطع الصينيه دي. قطعتها هنا على حوالي كام يا فوفو. قطعت الصينيه 3 و4 7 14 قطعه. او عايزه اقولكم ان الصينيه دي كفتنا يومين، غير الاطباق اللي انتوا هتشوفوها اللي هي طلعت بره دي. تمام،
بسم الله ما شاء الله عليها. كانت صينية والله الصينية باينة صغيرة، الكاميرا جايباها صغيرة، الصينية كبيرة جدا، والقطعة كانت كبيرة جدا جدا. يعني القطعة أنا مقطعة قطعة كبيرة جدا والله، لدرجة ان العيال ما كملوش القطع بتاعتهم. يعني احنا كان حوالي الساعة 6 كده، ورجعوا كملوا الطبق بتاعهم كده حوالي الساعة 10 أو 11. القطعة كان كبيرة، الصينية باين انها صغيرة، بس عايزة اقول لكم انها لتحت كده كبيرة، يعني القطعة آه مليانة عريضة ما شاء الله عفوا، ما شاء الله القطعة والله كانت كبيرة جدا. والطعم ما اقولكوش، مليانة غرقانة في الجبنة، غرقانة جبنة. عايزة اقول لكم ان كان طعمها وريحتها، بصوا ما اقولكوش، انا كنت بقى في الشبابيك والبيبان عشان الريحة ما تطلعش ما تخرجش بره. عايزة اقول لكم ان انا كده قطعتها 14 قطعة. الصفين اللي في النص دول كانوا 4، والصف اللي في الجنب هنا والصف اللي في الجنب هنا 3. بصوا القطعة عملت ما شاء الله القطعة عملت الطبق الفل. بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، القطعة عملت طبق الفل. تخيلوا بقى، بسم الله ما شاء الله، والله يا جماعة كانت كبيرة قوي. ما شاء الله ما شاء الله، والله بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا على قلوبكم يا رب وقلوبنا. بصوا القطعة بتنزل تملى الطبق، مش عايزة والله مش قادرة اوصف لكم والله. بصوا القطعة بسم الله ما شاء الله بتنزل، وبصوا بقى غرقانة صوص ازاي. بصوا انا عايزة اقول لكم والله كان نفسي اوريكم الحتة دي قوي. بصوا غرقانة في صوص. انا طبعا ما استنيتهاش اما تبرد، لو استنيتها تبرد هتطلع الخرطة بخرطتها كمان، بس احنا ما كناش صابرين من الريحة. بصوا مروان بيقول لكم المكرونة تحفة. بصوا هو اللي كان بيقطع معايا وهو اللي بيساعدني الصراحة. دي كانت اكلتنا النهاردة، مكرونة بشاميل. بصوا بقى الصوص، بصوا انا عايزاها جوسي كده. ودي الدبابيس بقى، انا بعد ما سلقتها طلعتها، قطعت حبتين بطاطس تحت كده، وضربت حبتين طماطم وواحدتين في البصل كده مع الطماطم، ومعلقة سكر ومعلقة ملح وفلفل وكمون، وجيت حطاها في مقلبة ده كله في بعضه، حطيته في الفرن اخد وش زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه دي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده، وطبعا ما تنسوش الكومنتات اللي دايما بتساعدني. السلام عليكم.